أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي ومكملين مع بعض سلسلة حل امتحانات المحافظات من كتاب الامتحان. ومعانا النهاردة محافظة الإسماعيلية. أول سؤال في الجغرافيا بيقول لنا: أمامك خريطة صماء للعالم، لاحظها ثم أجب. قارة تخلو من زراعة قصب السكر تحمل على الخريطة رقمها كام؟ طبعا القارة دي قارة أوروبا، بس رقمها في كام على الخريطة؟ هي رقمها رقم 6. اتنين: دولة عربية تحتل المركز الأول في إنتاج البترول وتحمل الخريطة رقم. طبعا احنا عارفين أول دولة في إنتاج البترول السعودية، ورقمها على الخريطة رقم 4. بعد كده تالت دول العالم سكانا بعد الصين تحمل على الخريطة رقم. طبعا هي الهند، ورقمها على الخريطة رقم 3، فهنكتب 3. 4: دولة نيجيريا يمثلها على الخريطة رقم. طبعا هي 5. بعد كده السؤال التاني بيقول لنا: بما تفسر لمحصول القطن أهمية كبيرة. أقول له: هو من المحاصيل المدارية الحارة التي تستخدم في إنتاج الخيوط التي تستخدم في أجود أنواع الملابس والمنسوجات، مصدر لاستخراج زيت بذرة القطن وصناعة الأعلاف. بعد كده سؤال 2 في بما تفسر توسع الصناعة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. هقول له: بسبب توافر مقومات الصناعة، تدفق الاستثمارات، ووجود المراكز العلمية الحديثة. بعد كده قارن بين الرعي البدائي والرعي التجاري موضحا أوجه الشبه والاختلاف. أوجه الشبه هتبقى حاجة واحدة، إن هما يتم ممارستهم في قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. يعني الرعي البدائي والتجاري بيمارس في القارات دي. الاختلاف: أول حاجة الرعي البدائي يمارس في المناطق الصحراوية في مساحات كبيرة من قارات العالم باستخدام أدوات بدائية. تمام. بينما الرعي التجاري بيمارس في مناطق الحشائش اللي هي بين قوسين السافانا والاستبس، وتعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتخصص في حيوان المرعى. بالنسبة لسؤال 2: صوب ما تحته خط. الموطن الأصلي لمحصول الشاي، طبعا هنشيل غرب أوروبا ونكتب شرق آسيا. 2: تشتهر البرازيل بإنتاج الأصواف من أغنام المارينو، طبعا هنكتب بدل البرازيل استراليا. 3: تأتي مصر في مقدمة 5 دول عربية تقوم بتوليد الكهرباء من، بدل الفحم هنكتب الرياح. 4: أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد إقليم شمال شرق. هقول له: الولايات المتحدة الأمريكية. بيقول لك: مارس البشر العديد من الأنشطة الاقتصادية البدائية، وتنوعت أنشطتهم وتطورت في النهاية حتى وصل إلى النشاط الصناعي المتطور. في ضوء العبارة أجب عما يأتي. لماذا يعتبر النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم؟ هقول له: بسبب 3 حاجات. 1: إن هو مصدر رئيسي لغذاء الإنسان بجانب الأسماك والحيوانات. رقم ب: يرتبط به تربية الحيوان. رقم ج: مصدر مهم للمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة مثل القطن. بعد كده سؤال 2: ما المقصود بالنشاط الصناعي؟ هو النشاط التعديني هو عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من سطحها. سؤال ج: ماذا يحدث إذا اتجهت معظم دول العالم نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؟ أول حاجة هنقول له: سيقلل معدلات التلوث البيئي، وسيتم الحفاظ على مخزون مصادر الطاقة الغير متجددة زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. تمام. طيب السؤال رقم 4: حدد شهرة كل من مدينة مومباي ومدينة لاجوس. مدينة مومباي تشتهر بأنها العاصمة التجارية وأكبر المدن الصناعية بالهند، وهي أكبر المواني الهندية. مدينة لاجوس هي العاصمة القديمة والعاصمة الاقتصادية للدولة، وأكبر المدن نيجيريا وأكثرها تكدسا بالسكان. بعد كده عندنا التاريخ. أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة من بين قوسين. ارتبطت بعض أسباب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بإنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال. طبعا هنا هنقول له السياسي. أهم الدول العربية التي قدمت لمصر دعما ماليا وعسكريا خلال حرب أكتوبر 1973 دولة دي هتكون السعودية.
3 نتج عن التطبيق غير السليم لسياسة الخصخصة قبل ثورة 25 يناير 2011. طبعا هنقول له ارتفاع الأسعار. 4 بداية تأسيس حركة عدم الانحياز كانت عام 1955 في مؤتمر باندونج. ب بيقول أيد بالأدلة التاريخية الصدق كل عبارة مما يأتي. اختيار السلام بين الأمم بدلا من الحرب يعود بالنفع الاقتصادي على الشعوب. طبعا هقول له العبارة صحيحة لأنه يؤدي إلى الاستقرار الداخلي للبلاد. رقم 2 دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإصلاح البنية التحتية للبلاد. 3 يشجع رؤوس الأموال العربية والأجنبية. و4 تشجيع حركة السياحة. 5 إقامة المشروعات الوطنية. رقم 2 فأيد تقوم منظمة المجتمع المدني في مصر بنشاط كبير في تثقيف المواطنين سياسيا. العبارة صحيحة. هقول له لأنها تعمل على تثقيف المواطنين وتعريفهم بالحقوق السياسية كالتصويت والانتخاب. 2 توضيح علاقة المواطن بالدولة وكيفية التعبير عن حقوقه وواجباته. رقم ج توفير مناخ يحقق الوحدة الوطنية. رقم د تدعيم السياسة العامة للدولة. السؤال ج بيقول لك ما رأيك في وصف وعد بلفور 1917 بأنه وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. طبعا وصف صحيح، حيث تعهدت بريطانيا ببذل مساعيها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. السؤال بعد كده ما رأيك موقف ثورة يوليو 1952 من انتشار ظاهرة الإقطاع بمصر. طبعا موقف صحيح، حيث أصدرت الدولة قوانين الإصلاح الزراعي التي حددت في النهاية تحديد ملكية الأراضي الزراعية ب50 فدان، مما أدى ذلك إلى تملك الفلاحين للأراضي الزراعية. بعد كده يا جماعة السؤال الرابع حدد المقصود بكل عبارة من العبارات الآتية. مجموعة الدول التي وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. هقول له دي دول الحلفاء. رقم 2 قام بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للعمليات الهجومية لمصر وسوريا خلال حرب أكتوبر 1973. طبعا ده محمد عبد الغني الجمصي. 3 مؤتمر دعا إليه الرئيس الأمريكي وتم من خلاله التواصل إلى إطار اتفاق بين مصر وإسرائيل. ده هيبقى مؤتمر كامب ديفيد. 4 إحدى سلطات الحكم في مصر ويمثل السلطة التشريعية في البلاد. ده مجلس النواب. 4 ب يرى بعض المؤرخين أن الأحداث العظيمة في تاريخ الأمم تكتسب أهمية لما لها من تأثير في تغيير الشعوب وتغيير الشكل العام. في دول عبارة وضح الأسباب السياسية لقيام ثورة يوليو 1952. هقول له ألف استمرار الاحتلال البريطاني لمصر وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. رقم ب هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. رقم ج فساد النظام الملكي. رقم د عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. بعد كده بيقول لنا 2 ما المكاسب التي حققتها مصر خلال فترة الاستنزاف من عام 1969 لحد 1970. هقول له طبعا المكاسب بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس، مما منع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية، والقصف المستمر بالمدفعية لخط بارليف وتحصيناته على طول خط قناة السويس. بعد كده سؤال 3 حدد الآثار الناتجة عن ثورة 30 يوليو 2013. هقول له طبعا ألف عزل محمد مرسي 3 يوليو 1973 وتسليم السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا. رقم ب تعديل دستور 2012 وصدور دستور 2014. رقم ج عقد انتخابات الرئاسة وإعلان فوز المرشح عبد الفتاح السيسي. بعد كده السؤال 4 هل تعتقد أن الأمم المتحدة التزمت بتطبيق أهداف إنشائها عندما عرضت قضية فلسطين عليها عام 1947؟ أقول له بالطبع لا أعتقد، لأن الأمم المتحدة لم تلتزم بأهداف إنشائها، وظهر انحيازها لليهود عندما وافقت على تقسيم فلسطين إلى 3 أقسام هم دولة عربية،
دولة يهودية منطقة دولية اللي هي القدس. تمام. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من حل امتحان محافظة الإسماعيلية. بالتوفيق للجميع، واستنوني في حل المحافظات التانية إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية. وإن شاء الله يكون الفيديوهات مفيدة ليكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الزر. شكرا ليكم والتوفيق للجميع.